ما كرهتش يخليوني ندخل الجزائر ونساريكم ونمتعكم ونوريكم الوجهين الاخرين ديال الجزائر، نوريكم الحاجه المزيانه والحاجه العيانه ديال الجزائر كيف ما العاده. المهم الاخوان دابا خليكم معنا، غنمشيو نديروا التشيكن وغنمشيو نخرجوا البيي، نعطيهم باسبور ديالنا مغربي باش يعطونا البيي باش نركبوا في الطياره. وتحيه للناس الجزائر وخاوه كيف ما العاده. كيف ما شفتوا الخوت ستوري اللي درت البارح في انستغرام، بزاف ديال الناس بقاو كيقولوا لي لا ما تمشيش للجزائر، ما تمشيش للجزائر، الجزائريين فيهم غيديروا لك ما غيديروا لك. يعني الجزائريين راه فيهم بلاد مزيان وفيهم بلاد معين. يعني انا غنمشي للجزائر وغنشوف خوتي الجزائريين كيفاش غيستقبلوني، ودابا ان شاء الله غنشبروا بويلينغ، غنشبروا الطياره. واش غيخليونا ندخلوا للجزائر ولا ما يخليوناش ندخلوا؟ يعني ماشي داخل الميريكان ولا داخل كندا. كون معنا غنمشيو نديروا تشيكينغ. الطياره باقا لها واحد ساعه المكانه وغتقلع. برشلونه كنعملوا تشيكين باش يعطيونا البي باش نمشيو للجزائر. كاين واحد المشكل، قالوا لي ما يمكنش تركب في الطياره بلا فيزا. المهم دابا هما كيسولوا وغنشوفوا داك الشيء واش غيخليونا ولا ما يخليوناش. دابا برشلونه كنتواجد في ايروبورت ديال برشلونه. المهم قالوا لي خصك الفيزا، ولكن دابا هي كتعيط. ¿Eh? Que estoy preguntando y me dicen que necesitas visado. Pero el visado lo puedo hacer ahí en el aeropuerto, en Algeria. Aquí no nos lo pone. Yo no puedo aceptarte sin esto. Que no puedo porque me cae después el palo. A mí no puedo si no llevas la documentación correcta. No hay ninguna manera. Si no, pone que necesitas visado. Lo siento. En Algeria, en el aeropuerto, te hacen el visado. No, Tienes que ir con visado hecho aquí. ciudadanos marroquíes. المهم اخوتي اخيرا ما خلاوناش ندخلوا للجزائر، ماشي ما خلاوناش ندخلوا للجزائر، ما خلاوناش نركب في الطياره بباسبور مغربي. كيف ما عرفنا اخوتي انا ما عنديش جنسيه اسبانيه، عندي غير باسبور خضر. 2000 درهم اللي خلص ديال الطياره مشات ليها هباء منثورا. دابا نمشيو نشوفوا واش رجعوا لنا الفلوس ديال البي ولا ما رجعوناش الفلوس البي. بغينا نمشيو للجزائر نزوروا خوتنا الجزائريين ونوريوكم الحقيقه في الدقيقه، ولكن مع الاسف انتم شفتوا شنو وقع لنا. ضربنا تمارات الايروبور ديال برشلونه، ومع الاسف كما كتشوفوا باسبور مغربي ممنوع الدخول به للجزائر. ماشي ممنوع الدخول به للجزائر، هو ممنوع تركب به في الطياره، ما خلونيش نركب في الطياره. المهم انتم كما كتشوفوا اخوتي ها هو البي عندي مع التسعود، ها هي برشلونه الجيري كيف ما كتشوفوا. دابا خصنا نمشيو نشوفوا واش يقدروا يرجعوا لنا الفلوس ديالنا ولا ما رجعوناش. مع الاسف اخوتي ما بغاوش يرجعوا لي الفلوس. قالوا لي لا بغيتي نبدلوا لك التاريخ باش تمشي للجزائر نبدلوا لك التاريخ. قلت لهم بدلوا لي التاريخ في شهر 1 2025. ديك الساعه قلت نعدل الفيزا ونمشي للجزائر، ولكن مع الاسف الاخوان قالوا لي خصك تخلص 1000 درهم. انايا البيت قام عليا ب 2000 درهم وخصني نولي عاوتاني نخلص 1000 درهم. يعني مع الاسف الاخوان ما قدرناش نمشيو للجزائر. كيف ما شفتوا قال لك ضروري خصك الفيزا، ما بغيتش نخرج الفيزا، قلت غنمشي بلا فيزا نشوفوا داك الشيء واش بصح ولا ماشي بصح. ولكن انتم كتشوفوا يعني ما خلاونيش نركب في الطياره، ما خلاونيش نركب في الطياره بلا فيزا. والله العظيم واحد التماره واحد التخسيخه. انا ما بقاتش فيا الفلوس ديال الطياره، انا بقاتش فيا. علاش ما يخليونيش ندخل للجزائر؟ والجزائر بلد اسلامي. واش انا اليهودي؟ الجزائريين عندهم حق يدخلوا المغرب بلا فيزا بلا حتى شي حاجه. انا هذه المعلومه ما عارفاش، واللي عارفين خلينا في التعاليق. يعني الجزائريين واقعين يقدروا يدخلوا المغرب بلا فيزا، علاش خلصنا الفيزا؟ انا اقسم بالله خوتي انا بغيت نتاكد واش هذا الشيء اللي كيقولوا في المواقع